قاعدين في امان الله بنتفرج على الارسنال واستون فيلا، فدخل واحد صاحبنا قال لنا ايه، ماتش الاهلي شغال وفي دوري ابطال افريقيا. قلنا له يا عم انت يا عم التعبان، اهلي ايه وبتاع، بتتفرج على الدوري الانجليزي ده الدنيا مولعه. قال لك يا عم انتوا ما عندكوش انتماء. قلت له والله انا اهلاوي يابا، انا اهلاوي بحب الاهلي. انتوا تعبانين، انتوا بتحبوا يا ابني، احنا بنحب الاهلي. طب ماشي خلاص يا جدعان ما تزعلوش، وهاتوا يا عم اتفرج على الماتش بتاع الاهلي وده ويا عم نيجي نتفرج على الماتش. انا مش هتكلم، انا هسيبك انت يعني تتفرج كده اللحظات. بص بص الارسنال عامل ازاي، ونرجع نبص الاهلي عامل ازاي. حاجه في منتهى يعني منتهى ايه، قول اللي انت عايز تقوله. طب ماشي خلص الشوطين، قال لك اتفرجوا بقى شوف المرات، نتفرج على الاستوديو التحليلي بتاع الاهلي والهلال. يا ابني يا تعبان، قال لك اتفرج. قلت ما هو ما فيش كوره مثلا، الناس اللي قاعده في الاستوديو دي هتحلل ايه؟ ما فيش كوره، الاهلي لا حول ليه ولا قوه، ما فيش اي حاجه. والكوتش كولر قاعد بره. يا عم كولر يابا، يا عم انت الناس دي جايه من طيران وبتاع بس انا هرجع اقول لك برضو ان كولر مدرب اقل من العادي. ما تقوليش ده عامل نتائج في كاس العالم على عيننا وعلى راسنا. اللي يقتنع بوجود بيرسي تاو جوه النادي الاهلي يبقى يبقى كوتش فاشل. بيرسي تاو وجوده جوه النادي الاهلي امر عليه مليون علامه استفهام يا كوتش. هرجع لك بقى لصاحبنا ان احنا قاعدين ضحينا بالدوري الانجليزي وارسنال وماتش تكسير عظام، وقلنا خلاص يا عم نتفرج على الشوط الثاني يمكن الاهلي يفوق. الاهلي بيتلبي، يا نهار اسود بيتلبي الاول. وحظ الاهلي ده ربنا بيحبنا ان الاهلي بيتلبي جون وضربه جزاء بيشوطها لعيب. بص اللعيب ده هو بيشوط ضربه الجزاء تحس ان هو ايه، يعني مش عارف هو شارب حاجه حته ب50 ولا. الواد بيتنطط كده على الكوره. ايه يا ابني في ايه؟ حط الكوره خلص على الاقل، ما عشان بنعرف بقى نتكلم مع المدير الفني. ويضيعها ويجي الجون الثالث ويتحسب اوفسايد. الاهلي قسما بالله محظوظ، يعني كولر النهارده محظوظ بشكل مش طبيعي. الماتش يخلص 4-5 للهلال اللي هم اساسا ما بيعرفوش يمشوا. يعني احنا ضحينا بماتش في الدوري الانجليزي عشان شويه لعيبه والله العظيم ما بيعرفوا يمشوا. قسما بالله لعيبه الهلال بتجري غلط ولعيبه الاهلي مش قادره. حابب بقى اوجه رساله لصاحبي اللي هو صمم وقلب الماتش. حزب الله ونعم الوكيل فيك. احنا ما جبناش غير ان احنا ضاع علينا من احسن الماتشات في الدوري الانجليزي. 4-2 للارسنال، حاجه مش طبيعيه. الارسنال فريق جامد جدا يا جماعه، بس خلاص احنا ضيعناها عشان نتفرج على شويه العته اللي بيجروا في الملعب دول. قسما بالله العلي العظيم ما حد يقول لي ان مارسيل كولر كوتش اللي يقتنع تاني ببيرسي تاو مهاجم او لعيب كوره فهو كوتش فاشل. كابتن امير توفيق بعد اذنك هقول لك على حاجه بس مش عايز حد يسمعها، حاجه بس بسيطه كده. عايزين جون عشان الشناوي تعبان بعافيه شويه. الشناوي خلاص يعني بعافيه حبتين، ومهاجم بالله عليك بالله عليك ما تجيب لنا حد، اي حد تاني من جنوب افريقيا يعني، ولا مدير فني ولا لعيب ولا اي حد من جنوب افريقيا. احنا كرهنا يا كابتن امير، عايزين راس حربه وحد يقف في الجون عشان الشناوي فتحت منه خلاص. الشناوي قال لك انا وايه، وراح بقى بيشتغل بتاع ملاكمه وبيتخانق. لعيبه الاهلي بتتخانق النهارده مع لعيبه الهلال عشان بتضيع وقت. ما لعيبه الهلال مش شايفه حد في الملعب يا ابني، مش شايفينكم. هم لو شايفينكم مش هيعملوا كده. انا بقول لك اهو لعيبه الهلال تستحق ال3 نقاط. لا هم ما لعبوش بس برضه يستحقوا. عارف ليه؟ عشان انت ما جيتش اساسا.